اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى صحاب في الكون؟ أخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا أمين، اللهم أمين يا رب. أول حاجة كده عايزة أقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير 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 من آخر فيديو. طبعا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، معلش بقى كان عندنا ظروف، الحمد لله على كل حال. ويلا بقى يا حبايبي، نشوف بقى الفيديو بتاعنا النهارده. ولو انت لسه جديده معايا، اتمنى يا رب بانك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على علامه الكل، عشان كل ما انزل حاجه جديده يجيلكم مني اشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا، وشرفتوني ونورتوني في قناتي. ويلا بقى شجعوني كده باللايك والشير، فضلا منكم وليس امرا. شجعوني باللايك، ما تبخلوش عليا. طبعا اللايك بتاعكم هو اللي بيدعم الفيديو بتاعنا، وبيخلي اليوتيوب يقترحه ويوصل لاكبر عدد من الناس. واتمنى تشتركوا عشان خاطر عيلتي تكبر بيكم، وده حلمي ان ان قناتي تكبر وتكبر بيكم بامر الله. القناه دي مش هتكبر الا بيكم انتم يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى اصحاب في الكون. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنسمي الله. واول حاجه كده، انزلوا سيبوا لي كومنت وصلوا بيه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وشجعوني كده. ويلا بقى نخش هنشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده، انا عايزه اقول لكم على حاجه. الفيديو ده انا هو عاملاه لكل بنوته، لكل بنت كده لسه داخله المطبخ بتتعلم انها تعمل حاجات حلوه، او عايزه تعمل صينيه كيكه ومش عارفه، زي بنتي كده. بنت ملك بصراحه كانت عايزه تخش تعمل صينيه كيكه، قالوا كانت عايزه ايه يعني تعملها لوحدها. انا قلت لها لا طبعا، انا كده كده ايه هقف معاكي ونشوفك انت برضه هتعملي ازاي، واصلح انا معاكي. انا قلت لها خشي ظبطي الحاجه، يعني حطي المكونات والحاجه اللي انت هتعمليها. دخلت لقيتها بقى منزله الحاجه كلها على الرخامه، هي بس اللي مطلعه لي كوبايه لبن والثلاث بيضات، تمام، ومنزله ازازه الزيت حتى، وما كانتش عارفه مقدار الزيت هتحط ايه. المهم ان انا دخلت معاها كده وقلت لها خلاص تعالي انا هعلمك تعملي صينيه الكيكه ازاي. طبعا رحت ايه قلت لها ايه عفوا يا جماعه، كانت حاطه لي طبق صغنن كده في الاول. قلت لها ايه الطبق انت تعملي فيه ده؟ لا طبعا هاتي طبق كده كبير عشان هننخل فيه الدقيق بتاعنا. اهم حاجه لازم ان احنا ننخل الدقيق، تمام. حتى لو انا جايباه مغلف لازم ان انا انخله، لان برضو بيبقى في حاجات كده مش مستحبه لازم ان احنا ننخله. وكمان في الكيكه كمان لازم ان احنا ننخل الدقيق عشان تطلع الكيكه هشه معانا وحلوه. ورحت ايه قلت لها خلاص، حطيت الثلاث كوبايات دقيق، وجبت كيس كيك شيف كده من عندنا. طبعا الكيك شيف ده برضو حلو، بدل برضو البيكنج باودر. المهم طلعت لها كيس كده من العلبه بتاعتنا، انتوا عارفين بحط فيها البيكنج باودر والفانيليا وكل الحاجه اللي في الاكياس دي. طلعت لها كيس كده حطيته، وحطيت ذره ملح. انا طبعا كنت بقول لها تحطي ايه عشان هي تتعلم، عشان طبعا تتعلموا معانا كده يا بنات. كل الحاجات الجافه بنحطها على الدقيق، اللي هو الدقيق وكيس البيكنج باودر او كيك شيف، وحطينا ذره ملح، وقلبت كل الحاجات دي مع بعضها. وعايزه اقول لكم والله طلعت صينيه كيكه جميله جدا، وهتشوفوها دلوقتي كده معانا. وطبعا اهم حاجه ان احنا قبل ما نبتدي في الكيكه خالص نكون مولعين الفرن. ركزوا معانا يا بنات، التكات دي مهمه جدا عشان خاطر تطلع معاكي احلى كيكه. ما تبقيش مكلفه الكيكه وعاملاها حلو وتيجي تحطيها في الفرن يكون بارد، مش هتطلع معاكي حلوه، هتطلع مسكوعه ومش هتطلع ولا تبقى مرتفعه ولا تطلع اي حاجه. لازم اهم خطوه ان انت تولعي على الفرن الاول، وبعدين تبداي في عمايل الكيكه بتاعتك، تمام كده. انا بقى هنا جبت لها بقى الشفشق الخلاط، وقلت لها شوفي هتحطي فيه ايه. هي بقى نزلت كوبايه اللبن، تمام. هنحط كل الحاجات السايله. طبعا طالما نزلنا كوبايه اللبن هنحط الثلاث بيضات، وهنحط ذره فانيليا، الفانيليا السايبه بتاعتنا كده. يعني هنحط قد ربع معلقه صغيره. انا بوريها لكم دلوقتي كده اهو. انا كنت هنا برضو بعلمها، انا بعرفها بحط ايه وبعمل ايه عشان تتعلموا معانا يا بنات، تمام كده. والسكر، وهنحط بقى ايه، اللهم صل على النبي. السكر طبعا حسب الرغبة، حسب ما انتوا بتحبوها مسكرة هتحطوا كوبايتين من نفس، والكوباية اللي انتوا بتعايروا بيها بتبقى تعايروا بيها كل حاجة، تمام. وانا حطيت هنا كوباية ونص سكر، وكانت برضو مسكرة وحلوة مع ان انا مش بحب الحاجة مسكرة. بس انا قلت بقى عشان خاطر هما اللي ياكلوها بقى يبقى ايه، اعملها لهم زي ما هما يعني بيحبوها. وحطيت كوباية الا ربع من الزيت. طبعا ممكن تحطي بدل الزيت ده تحطي سمنة وزيت عادي يعني، بس انا بحب احطها ايه بالزيت كده، بتبقى حلوه برضو. خدناهم ضربناهم في الخلاط زي ما انتم شايفين. وانا هنا كنت بكلمها هي على فكره يعني، انا هنا كنت نسيت اقول لها المفروض انا بحط معلقه صغيره خل، بس انا نسيت. تعالي بقى هنحطها مع كده مع الخليط بتاعنا، ونقلبها عادي، مفيش اي مشكله يعني.
طبعًا ضربنا الخليط في قلب في الخلاط كويس جدًا، وخلّيته يكون ليه رغوة عشان يطلع معانا أحلى كيكة هشة وجميلة ومفرّغة كده وجميلة جدًا. أنا بقى هنا كنت باعلّمها إزاي إنها تقلّب يعني بالمضرب زي ما أنتم ما شايفين كده. أنا باقول لها تقلّبي إزاي وتقلّبي على اتجاه واحد. إحنا هنا كده طبعًا عجينة الكيكة ما تقلّبيهاش كتير أولًا، وثانيًا يا دوبك أنتِ بتقلبي الدقيق بس يختفي وبيبقى خلاص على كده، ما تقلّبيش فيها كتير عشان ما تبقاش مكتومة معاكِ، ما تطلّعيش منها الهوا اللي فيها. إحنا هنا بقى كده جِبت الصينية ورُحت دهنتها سمنة. أنا ليه باحط سمنة ما باحطش زيت، السمنة بتخلّي طعم الكيكة حلو وما بتلزقش معايا وبتبقى جميلة، جرّبوا كده السمنة، وكمان هنرُش عليها رشة دقيق. لو هنعملها كيكة بالشوكولاتة هنحط بدل الدقيق هنحط بداله كاكاو، تمام. إحنا هنا عشان عاملينها كيكة بيضا بالفانيليا، فهنحط رشة دقيق كده. طبعًا أنا هنا برضه كنت باعلّمها، وهي بصراحة لقيتها قالت لي: "ماما أنا على فكرة باعرف أعملها بس المقادير يعني ما مش بتحفظ المقادير." قُلت لها: "لأ، مرّة على مرّة هتتعلمي." زي ما أنتم ما شايفين كده. طبعًا يالّا يا بنات اتعلموا بقى معانا، كل بنوتة بتتفرّج عليَّ تعمل لي اشتراك وتفعّلي زر الجرس على علامة الكل، عشان كل ما أنزّل حاجة جديدة ييجي لكم منّي إشعار، وقناتي تكبر بإذن الله بيكم، ونبقى صحاب وإخوات. وأتمنى يا رب أي حد عنده وصفة حابب إن أنا أقدّم له أي حاجة، أتمنى إن هو يكتب لي comment كده وأنا معاكم إن شاء الله وليكم، وقناتي هتكبر بيكم بإذن الله. ودلوقتي بقى هنروح نسوي الكيكة بتاعتنا. طبعًا بنحطها في الرف الوسطاني، وبنخلّي درجة الحرارة بتكون عالية. طبعًا لو أنتِ البوتاجاز بتاعِك ما فيهوش عداد، ما فيهوش يعني أرقام وكده، خلّي درجة الحرارة بتبقى عالية، وحطيها في الرف اللي في النُص، بتطلع معاكِ جميلة جدًا. بنسيبها نُص ساعة، طبعًا هي أخدت نُص ساعة على الرف الوسطاني، وبتبقى معاكِ جميلة وما تفتحيش عليها خالص. ومعلومة كمان، أول ما تستوي اطفي النار وسيبيها جوّه شوية، ما تطلّعيهاش برّه عشان ما تهبطش منِّك. بسم الله ما شاء الله، وده كانت الكيكة بتاعتنا. عايزة أقول لِك الكيكة جميلة جدًا، ووالله جميلة وكانت طعمها جميلة جدًا وهشة. وإيه رأيكم بقى؟ والمكونات إن شاء الله هانزّلها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله. وتابعوني بقى كده. وأنا على فكرة عملنا كيكة قبل كده بالشوكولاتة كذا مرّة، عملناها متهيأ لي مرّتين في القناة، أتمنى كده تشوفوهم هتعجبكم جدًا لكل بنوتة. اتعلمي معايا بقى كده. بسم الله ما شاء الله، أحلى صينية كيكة من إيد مَلَك. أتمنى يا رب تشجعونا كده، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك وشير يا حبايبي كتير، وادعمونا كده وشجعونا عشان نقدر نستمر معاكم أكتر. وشايفين أحلى صينية كيكة، عايزة أقول لكم إنها هشة وجميلة جدًا، جدًا. زي ما أنتم ما شايفين كده. يالّا يا بنات اتشجعوا معايا كده، وقومي يالّا اعملي أحلى صينية كيكة كده مع كوبايتين شاي، إن شاء الله الطريقة هتعجبكم جدًا، والمقادير في صندوق الوصف، المقادير سهلة وبسيطة جدًا. يالّا قومي يالّا اتشجعي كده، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير فضلًا منكم وليس أمرًا. وادعموني كده وادعموا القناة عشان قناتي تكبر بيكم. أحلى أخوات في الكون، باحبكم في الله. يالّا بقى أحلى كوبايتين شاي مع أحلى صينية كيكة. أتمنى يا رب لو كان الفيديو عجبكم ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم. وإن شاء الله انتظروني بكرة في فيديو جديد ووصفة جديدة وروتين جديد من قناتي، قناة وصفة في مطبخي مع ملوك.